ولكن أذكر لك كيف نصر الله عز وجل قطز الذي حلقت عليه جيوش المغول من كل مكان بعد أن انتصروا على أمة الإسلام وأسقطوا الدولة العباسية والدولة الأيوبية وأسقطوا الدول الإسلامية والدولة الخوارزمية، وكادت تلك الأمة المغولية أن تنهي الأمة الإسلامية. وإذا بقطز، وما أدراك ما قطز الذي كان حاكما على مصر وله 3 أشهر منذ حكمها، صدق الله وحده كان الكل معارضا له على القتال ومخالفا له في القتال. وصل إليه كتاب هولاكو أن أسرع إلينا بتسليم جزيرة مدينتك ومصرك قبل أن نصل إليك فنفعل بك ما فعلنا بجدك وخالك أو عمك جلال الدين الخوارزمي. إذا بقطز صدق الله وأعلن أنه سينطلق إلى قتالهم وأنه سيحرر البلاد من شرهم، وقتل كل رسل هولاكو إلا رسولا واحدا معلنا الحرب. صدق الله. في هذه الليلة التي وصل بها كتاب قطز إلى هولاكو أنزل الله نصرا على قطز. الرجل صدق الله، لكن هولاكو معه مئات الآلاف ولهم ما يقارب 50 سنة وهم في المعارك، أخذوا أكثر من نصف العالم وعندهم قوة ونشوة نصر وخبرة عسكرية ودهاء وجلادة، وعكس ذلك تماما في جيش قطز عندهم ضعف وقلة وخور وخوف ورعب من المغول التتار، إلى درجة أن أمة الإسلام ربما أحدهم يموت إذا رأى المغول. لكن قطز صدق الله وأعلن الحرب وأعلن الجهاد، فجاء نصر من الله في تلك الليلة. غضب هولاكو. من الذي يستطيع أن يقتل رسل هولاكو؟ من الذي يستطيع أن يتجرأ على هذه الأمة؟ قطز يفعل هذا. جهز الجيش وأعلن النفير وهو في غزة، ما بينه وبين قطز إلا سيناء. صباحا يا قطز سترى من هم المغول. أنزل الله نصره. مات حاكم المغول، هدية من الله لقطز حتى يجهز نفسه ويعد العدة. مات حاكم المغول. وصلت الرسالة قبيل الفجر إلى هولاكو أن الملك عمك فلان مات. فلما سمع بهذا الخبر نسي قطز ومصر ونسي قتل الرسل ونسي كل شيء، وانطلق مباشرة إلى عاصمتهم رجاء أن يكون هو الملك، لأنه حقق للمغول انتصارا كبيرا صرفه الله عن قطز. هكذا إذا علم الله صدقك سيصرف عنك العدو الذي هو أقوى منك ولا طاقة لك بقتاله حتى تتهيأ لحربه. فصرف الله هولاكو حتى وصل إلى إيران، وإذا بالخبر وصل إليه أنه قد سود على القوم عمك فلان، فغضب وسقطت همته وماتت عزيمته، ومكث في إيران بقية حياته. وصرف الله شره عن الأمة الإسلامية. وتجهز قطز وانطلق إلى قتال المغول في عين جالوت، وهزمهم تلك الهزيمة الشنعة وحرر الشام كلها، ووصل إلى بدايات العراق نصرا من الله.